بدأ بفقدان سمعه شيئا فشيئا حتى أصبح يواجه معضلة في العمل والبيت. فحوصات السيد داتسون أكدت أن الأطباء من الممكن أن يقدموا له شيئا في هذا المجال، فهو يعاني من تصلب في إحدى العضويات الثلاث التي توجد في الأذن، والتي وظيفتها نقل الأمواج الصوتية إلى الأذن الداخلية بواسطة الحركة المستمدة من طبلة الأذن. سنرى الآن العملية معا والتي أجراها الجراح، وتم بواسطتها استئصال العظمة المتصلبة بواسطة أشعة الليزر، وبعد ذلك تم استخدامها بعظمة صناعية من البلاتينيوم. كما نرى هنا السيدة تشرح للسم طبعا كما تشاهدون أعزائي المشاهدين. وتصور أن العظمة الصغيرة من الصغر بحيث يمكن وضعها جيدا في خرم إبرة الخياطة العادية. بعد ساعة انتهت العملية وتكللت بالنجاح، وسنرى شعور المريض الآن وماذا يقول عن سمعه الجديد. This is very delicate work. The new artificial bone made of platinum and Teflon is 0.6 of a millimeter in diameter. That's small enough to easily fit through the eye of a tiny sewing needle. It's clamped into place with micro forceps. Your operation's all over. Good. Been awake the whole time? Yeah, I think so. Does it sound better to you? Yeah. It's louder, everything, all the sounds. I can hear people around me. Okay, I'm going to give you some numbers and I want you to repeat them. They'll get softer and softer and finally you won't hear them. Okay? Mm-hmm. All right, 25. 25. 31. 24. 65. هو المريض يقول إنني أسمع جيدا، ويردد بعض الأرقام التي يسمعها من الطبيب، وهو سعيد بالما وصل إليه. ومن الطب أيضا